سؤال: ايه الأعراض اللي بتشاور على عدم النضج النفسي؟ الشخص مش حاسس جواه بالقيمة والأمان والرضا، ومعندوش ثقة بالنفس. عنده إحساس بالفراغ الداخلي والوحدة وإنه ملوش لازمة يعيش، وممكن يقول أنا مش عارف أنا عايش ليه. في صراعات جواه ومش حاسس إن عنده مشكلة، لكن دايما يرميها على غيره وعلى الظروف. في أوقات كتير بيكون الشخص مش واعي ولا مدرك لدوافع مش سليمة جوه عقله الباطن، وبالتالي بيكون عايش في خدعة كبيرة قوي عن نفسه. وهنا بيعيش حالة من الفصام، وكأنه جواها عايش شخصين: شخص عايش بيه من بره وشخص مختلف تماما عايش بيه من جوه. ولأن الشخص ده مش مدرك حقيقة الصراع اللي جواه، فكل اللي حاسس بيه مشاعر توتر شديد واضطراب داخلي مش فاهم أسبابه إيه. الحالة دي بيطلق عليها العلماء حالة عدم المصالحة أو عدم التوافق مع الذات. ولو زادت الحالة دي قوي ممكن يوصل لمرحلة الإعاقة النفسية، وده بالتأكيد منقدرش نقول عنه إنه ناضج نفسيا. مش قادر يتعلم من أخطائه وشايف دايما إن الآخرين هم سبب فشله. أول ما يشوف حد ناجح يحس بغيرة شديدة ومشاعره السلبية تزيد. دايما شايف نفسه ضحية إهمال الأبوين، أو حادثة أثرت عليه، أو ناس ظلموه، أو ظروف قاسية غيرت مسار حياته. دايما يقول بقى كلمة مهمة جدا جدا: كلمة لما. لما الظروف تتحسن، لما يبقى معايا فلوس، لما المدير يتغير، لما مراتي تريحني، وهكذا. ما يعرفش يحل مشكلة، لكن بيكون هو نفسه المشكلة، بقى ترابل ميكر. علاقاته مشوشة وغير صحية، تلاقي عنده رغبة شديدة قوي انه يمتلك الاشخاص والاشياء ويتحكم فيهم ويسيطر عليهم عشان يعوض احساسه بعدم الامان. وهنا نلاقي ظاهرة التملك والتعلق الزائد باسم الحب. وده طبعا حب مش حقيقي، لكنه حب للذات.